معك لبنى سهير في هذه القناة. كنكبروا مع بعض بكلمة وبلحظة وبنية صادقة. شنو خاص يوقع باش تعترف راسك باللي راك مهلوك؟ كتضحك، كتخرج، كتخدم، ولكن الداخل ديالك عامر. صحتك العقلية كتفرغ الغضب في الدخان، الافلام الاباحيه، في العلاقات الصحيه، وحتى في راسك كتقول انا راجل خصني نصبر. صحتك النفسيه كتدفن الالم بالهضره الخاويه، بالضحك ديال بلعاني، واحيانا كتغرق في السكات اللي كيخنقك. صحتك الجنسيه مشات، تالفين فيها بزاف ديال الرجال، يا اما كيستعملوها كمسكن، يا اما كيحسوا بالذنب من وراها، يا اما ما بقاتش كتعطيهم متعه اصلا. ووسط هذا الشيء كامل فين كاين انت؟ حواء كاين بزاف ديال القنوات اللي كيهضروا معاها باش تخرج من تبعيات المجتمع الذكوري. وادم فين هو من هذا المجتمع؟ هو اللي خدع الكفه الثقيله وهز على ظهره معتقدات وكبت هرسوه ماديا، جسديا، جنسيا، وحتى ذهنيا وعقليا. ولا ادم جسد فقط بدون روح بدون قلب. العكس ديال حواء، سلبوها العقل، قالوا لها ما تفكريش، خصها غير تحس اكثر من القياس، حتى ما بقاتش امراه. في الفيديو هذا غادي نهضروا على المشاكل الجنسيه اللي كيعاني منها الرجل من قبل الزواج ومن بعد الزواج. اول حاجه، انا كلبنى سهير ما تنتظرش من المجتمع واحد المقرر ديال الثقافه الجنسيه ولا حصه على هذا الجانب هذا، لان احنا في هذا العصر، عصر الانترنت، المعلومه بين يديك، بين يدينا كاملين. انت خصك تبحث وخاصك تكون واحد المفاهيم في هذا الباب اللي تساعدك في حياتك قبل الزواج وحياتك مور الزواج. قبل الزواج كتكون خايف، كتجرب مع راسك، كتشوف افلام اباحيه، كتحاول تكون رجل بلا ما تعرف شنو كيعني تكون رجل في هذا الباب. كتعيش في هوس الاداء، بمعنى كتبقى في هوس انك تعيش تجربه جنسيه مع اكس، كتخاف تفشل، كتولي العلاقه الجنسيه عندك بحال امتحان ماشي متعه، وكتدخل للزواج وكتظن غادي ترتاح. علاش؟ حيت للاسف الرجل كيدخل للزواج من باب انه يعيش تجربه جنسيه، حيت هو في بلد اسلامي كيتفادى العلاقات المحرمه وكيدخل يعيش تجربه جنسيه بالزواج، وكينسى بان الزواج مشروع كامل ومتكامل فيه التزامات، حقوق، واجبات ومسؤوليات. والطرف النسوي كيدخل من باب الرغبه في الحب او الحريه. هذا موضوع بوحدو، اذا بغيتوا نتعمقوا فيه خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات. نرجعوا لموضوعنا. ملي كتدخل للزواج وكتظن غادي ترتاح، ولكن المفاجاه كتكتشف باللي القلق كيزيد، الضغط كيكبر، والخوف كيدخل حتى لغرفه النوم ديالك. بالنسبه للمشاكل الجنسيه اللي كيعيشوها بزاف ديال الرجال، واحد ضعف الانتصاب بسبب الضغط النفسي ماشي العضوي، سرعه القذف بسبب التوتر والفراغ العاطفي، غياب الرغبه حيت العلاقه الجنسيه ولات واجب ماشي رابط. 4 ادمان الافلام الاباحيه اللي كيعزل الجسم من الاحساس الحقيقي. 5 الخجل من الجسد، من الحجم، من الاداء، والخوف انك تفضح. وهادشي كله كيخلي الرجل يختار الصمت، حيت خايف يتقال عليه راه ماشي رجل، ولكن الحقيقه الرجل هو اللي كيواجه ماشي اللي كيتخلى وكيتخبى تحت لغطه ديال الرجوله المزيفه. كان واحد الشاب تزوج وكيحماق على مراته، ولكن اول ليله كانت كابوس حيت جسمه خانو والخوف ديالو دارلو شلل. ومن داك النهار ولا كل احتكاك معها كيخلعو، وبقى كيتهرب، كيكذب وكيعطي اعذار، وهي كتحس بيه بلي كيبعد عليها، حتى ولا الحب بيناتهم برد والبعد كبر، وكل واحد فيهم ولا عايش في العالم ديالو بوحده. حتى جا نهار اللي قال فيه انا خصني طبيب ماشي محامي، ومشى طلب المساعده وبدا كيعاود يبني الثقه في الجسم ديالو وفي راسو وفي العلاقه.
راه المشاكل الجنسيه ماشي عار، العار هو تكذب على راسك وتمرض وانت ساكت. لا، العلاقه الحميميه ماشي مجرد حركه جسديه، هي تواصل، هي راحه، هي ثقه. انت تستاهل تكون مرتاح، تستاهل تكون مرغوب، وتستاهل العلاقه كتداويك ماشي كتدمرك، واللي كتبغيك وكتحبك بصدق غادي تعاونك تعالج، ماشي تزيدك جرح فوق جرح. وانا هنا باش نقول لك راك ماشي بوحدك، وراك تقدر تلقى الطريق من الصمت للنور وتنور حياتك. وفي الاخر انا لبنى سهير نبغي نقول لك انا عارفه باللي عييتي تكون داير فيها القوي، وداكشي اللي كتحسو ما كتلقاش اللي كيتفهموا، ولكن انا هنا ماشي باش نقول لك شنو خاصك دير، ولكن باش نقول لك راك انت كافي حتى وانت في عز التعب ديالك. خذ نفس وخليه يوصل لهداك الطفل اللي في الداخل ديالك وباقي كيبكي لدابا. خلي لي في التعليقات الرأي ديالك، كيهمني المواضيع اللي باغي تسمع وتعرف ليها اكثر. وصلنا لاخر الفيديو، تهلا لي فراسك الى فيديو جديد ان شاء الله.